السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم وأهلا بالجميع ومشكورين على الدعم اللامحدود، جزاكم الله خير. في ناس تقول بالنسبة للمطبات عندكم كثيرة في أبو صالح. طبعا احنا عندنا الشوارع هذه طويلة داخل البيوت داخل المنطقة، فالشباب والله هداهم يمكن يمشي 180 160 يمر عليك، فشايب يطلع من بيته طفل شيء يدعمونه. فلهذا يعني الناس ناشدت وزارة الأشغال وصارت مطبات كل 200 300 متر مطب حتى أنهم يحصرون السرعة والشباب. عموما اليوم موضوعنا شباب عن تحديد السرعة. تحديد السرعة في ناس تعرفه كثير، يعني أنت قاعد بالخط ما عليك إلا تدوس هذه تحت، خلاص أنت هني، وارفع رجلك من البنزين، هذه جلسة البنزين، ارفع رجلك منها وخلاص. يعني تبي تفصل دوس بريك فصل، وهذه معروفة. تبي مثلا الحين حددت السرعة كم نمشي احنا الحين 80، تبي اعلى دوس هذه فوق، تعتبر دعسة بنزين، دوس هذه فوق. شوف الحمراء وين تروح، شوف راحت، تخليها 100، هذه 100، صارت السيارة تسرع اكثر. تبي تفصل ما عليك الا تدوس لبرا لصوب الطبلون، تدوسها واحد. تبي ترجع نفس سرعتك الاولية اسحبها عليك، ترجع سرعتك الاولية، تمام. تبي تفصل فصلناها خلص. تبي ترد تحدد سرعة غير السابقة تدوسها مرة ثانية تحت. هذا كلنا تقريبا في ناس كثيرين يعرفونه، لكن في شغلة ثانية يمكن قليل الناس اللي تعرفها. أنا أمشي بالشارع تحديد السرعة 100 120، وتعرفون المرسيدس إذا سهيت مرات وأنت قاعد تسوق السيارة تلاحظ نفسك تمشي 140 وأنت ساهي مع الأطفال مع الأولاد مع أحد معك في السيارة مع صديقك، فإيش يصير عندك؟ تصيدك الكاميرا. إذا صادتك الكاميرا أنت تدفع فلوس وخسارة. شلون أنا أقدر أتفادى هذه؟ يعني تحديد السرعة ممكن تحدد 100، لكن تسهل تدوس بنزين تروح فوق 100، بس بتدعس انت البنزين فوق 100، لكن لما تدرج لك ترجع 100. طيب هذه شلون نسويها ابو صالح؟ هذه سهلة. عندنا الدقمة هذه لنفس اليد تتحول، ندوسها لداخل راح تولع عندك الصفرة هذه، تشوفها علامة الصفرة ولعت. زين، هذه مواصفتها انك مثلا تحديد السرعة عندي هنا على الشارع 100، فانا ما ابي امشي 100، ممكن بمشي 40 امشي 60 80، فوق 100 ما ابي. الحين هذه 100 تشوفون، وهذه مولعة الصفرة عندنا، اللمبة الصفرة الصغيرة هذه مالت اليدة. بس خلنا شوي نستغيم الشارع، ناخذ يسار. طبعا مشغل الكشاف فتشوفون لنا على اساس العصا هذه في ظلمة عندنا. زين، خلونا شوي نقلب الشارع صح حتى احنا ما نخطأ على حد بالقيادة ولا شيء. الحين استقمنا تمام، الحين ارتاحت السيارة عندي. شو نسوي؟ يوم العلامة الصفراء هذه تشوفونها، شوف الحين اطفيها، شوف طفت، ولعها ولعت، طفت ولعت. دامها مولعة شو اسوي انا الحين؟ ابى اخليها 100، ادوسها تحت 100، بس ما تقدر ترفع رجلك بالبنزين. شوف صار هذا الخط كله ابيض، تقدر تستخدم هذا، يعني ممكن تمشي 80 ممكن تمشي 60، فوق 100 لا. شوف الحين لو بدوس بنزين، الحين شوف السيارة 100، شوف بدوس بنزين، شوف بهد البنزين بدوس مرة ثانية ما اقدر 100 خلاص. لو تسهى تسولف تضحك ما تدري انت واقف على 100، السيارة ما راح تعطيك فوق 100، بس شرط انك تدوس بنزين، ما تخليها يعني ما ترفع رجلك مثل تحديد السرعة هذه. لا، تحديد السرعة ان السيارة ما توصل اكثر من السرعة المطلوبة عندك بالشارع. يعني انت ماخذ وضعك، تمر على ساهر، تمر على الكاميرا، ما انت مرتاح. تبي تزيد السرعة، وصلنا مثل شارع 120، ادوس هذه لفوق، شوف زادت السيارة سرعتها 110 ماشي، خلنا 110،
الشارع سرعته 120، عرفت؟ وانا امشي الحين انا ابيها تفصل، برد على السياره طبيعيه، ابي لا تحس بانزي، بوصل في 160، بمشي فوق المعدل. عندك نقطتين، النقطه الاولى انك طفي هذه، دوس هذا تطفي الصفرة هذه المولعه. النقطه الثانيه شوف هذه مولعه تدعس بنزين قوي، شوف فصل، شوف مع ان هذه مولعه. شوف هذه احنا عندنا الكاميرات لازم يحطون علامه، شوف العلامه ترى قدامك كاميرا، هذه كاميرا تشوفونها، هذا ساير. انه ما يخشون، ممنوع يخشون الكاميرا. قبل الكاميرا يحط لك علامه امامك كاميرا فتنتبه لها، ما يصير يحطها ورا شجره ولا يخشها ورا، يخفيها ورا كود رمل ولا يحطها ورا حديد بحيث انك ما تشوفها، لا على طول. اذا طبعا السيارات هذه فيها سواق داخل قاعدين، على طول تصورها بفيديو، تصور مكان اللي مخالف للقانون. جميع صورة اخذتها الكاميرا هذه في اليوم هذا اللي انت صورتها فيه تكنسل. فهني احنا شوف مع انها مولعة تبي تخلص من السالفة كلها، طفى خلاص انت الحين رجعت طبيعي. بالخط والله حسيت ان السيارة ما بيها تمشي فوق 100، صح؟ اولع الصفرة هذه، ولعت مرة ثانية وانا امشي اخلي السيارة 100 اوصلها 100 وادوسها تحت، خلاص صارت 100 عندي ماشي.